هاد لا فيديو هادي غادي تكون خفيفة ظريفة. بعد المرات غادي نبدا نحط هكا دي فيديو في يوتيوب اللي قصار اللي كنناقش فيهم فكرة اكس اللي كطيح لي في بالي كنقول بوركوا با بارطاجيها ديراكتومون في يوتيوب بحال هكا. الفكرة ديال اليوم اللي غادي نناقشها اللي هي كيفاش تختار الأصدقاء ديالك. هذا كان سؤال جاني في انستغرام. كنت حطيت سيسيون ديال كيو ان اي وجا عندي واحد الدري وقال لي كيفاش نختار اصدقاء ديالي how to choose friends. and الجواب ديالي كان هو حنا ما كنختاروش الاصدقاء ديالنا، مي كيحكم على الكونتكست والسيتوياسيون والايفنت اللي تلاقينا فيه بداك الشخص اكس. حيت بصح الا جينا نشوفو ما كتكونش عندنا ديسيزيون كومبليت ديال واش هذاك السيد هذا يكون صديق ديالي ولا لا. مي كتحكم على بزاف ديال لي فاريابل اللي كيكونوا في لونتوراج. مثلا انت باغ اكزومبل تلاقيتي مع مثلا واحد الدري اكس قا معاك في القسم، مثلا ليسونس ولا في الليسي في الباك اتسيتيرا. هذاك الدري اول حاجه غادي دير معاه ولا الكونتكست اللي تحطيتي فيه انت وياه هو القرايه. بطبيعه الحال تبداو دوي على القرايه، على الدروس، على الاستاذ، على لي موديول، لي زيكزام اتسيتيرا اتسيتيرا. شويه بشويه غادي تبداو ديفلوبيو دوطخ كونتكست ولا دوطخ توبكس. هادشي كيخلي على انه بيرسون تقد تكون عنده بزاف ديال الاصدقاء، ولكن حتى صديق ما كيشبه الاخر. علاش؟ حيت كل صديق تلقى معاه في كونتكست وتلقى معاه في ايفينمون ولا تلقى معاه في سيتوياسيون وبقاو غاديين في ديك المنحى مده طويله. اوكي. وهذه فكره صراحه لي آه كنعانيو منها حنا كدراري ماشي كنعانيو منها مي ولفنا نقولوا على انه راه خاص يكون عندي صديق اللي يكون معايا في الشاده والفاده وفي السراء والضراء وناقش مع اي موضوع. لا، صعيب. صعيب في هذا الوقت هذا يكون عندك صديق اللي اللي يجلس معاك في اي سيتوياسيون وتناقش مع اي موضوع اتسيتيرا من غير راسك. انا بالنسبه لي شخصيا كيبان لي على انه احسن صديق ليا ولا اكثر صديق يقد نجلس معاه وندوي معاه في اي حاجه هو راسي. الاصدقاء اللي دايرين بي بطبيعه الحال كندوي معاهم في مواضيع، كندوي معاهم في بزاف د الحوايج وكنجلسوا مع بعضياتنا وكنناقشوا بزاف ديال الحوايج، بزاف توبيكس، خدمه، بيزنس، مستقبل، قرايه، فلوس، سبور، مواضيع اخرى مثلا اجتماعيه اتسيتيرا. ولكن ما غاديش تلقى صديق اللي غادي تناقش معاه كلشي من غير راسك. هاد الفكره هادي خاصك تدخلها لعقلك، او هاد الفكره هادي خاصنا نادوبتيوها حنا كشباب. علاش؟ حيت كيف ما قلت لكم الصديق اولا الشخص اللي كتعرف عليه بواحد المنطلق. تلاقيتي مع خدام معاك مثلا، اولا تلاقيتي معاه في لاصال، اولا كتعرفو في قهوه، اولا كتعرفو في المدرسه. وهادشي كيخلي على انه كياخد وقت طويل باش تقويو ديك الصداقه. بطبيعه الحال كيحكموا فيها دوطخ فاريابل، بحال مثلا واش داك الصديق عنده نفس المبادئ ديالك، عنده نفس الاهداف ديالك، عنده نفس الطموحات ديالك، واش كيفكر بحالك. فاش كنقول كيفكر بحالك بطبيعة الحال ماشي كيفكر بحالك في كلشي، مي كيفكر بحالك في منطلق أخلاقي ومنطلق ديال بنية التفكير ديالو، منطلق ديال البيرسبكتيف ديالو الحياة، الأهداف ديالو اتسيتيرا اتسيتيرا. سو هادي الإيدة الأولى اللي نقولها لكم في هاد لا فيديو هادي. الصديق ديالك الأول هو راسك، والأصدقاء ديالك اللي دايرين بيك ما تامبوزيش اولا ما تفرضش عليهم، ولا ما تحطهمش في ديك لا سيتوياسيون ديال خاصهم يكونوا دائما معاك ولا في اي سيتوياسيون راهم حداك. لا، لا. حيت بعض المرات تقد تخسر صداقه اولا تقد تخسر شخص. علاش؟ حيت حطيتيه في واحد لا بوزيسيون اللي هو ما مستوعباش ولا هو ما خصوش يتحط فيها. اوكي. وهاد اللعيبه طرات لي انا نيت، طرات لي كنت بعض المرات مثلا المهم كنتعاشر مع شخص اكس، كان راجل مرا بنت دري، وكنبدا كنولف اولا كنلقى راسي على انه راه بدينا كنبارطاجيو مع بعضياتنا بزاف د الحوايج. كنوصل واحد لو بوين ديال هذاك الشخص ما كيفهمش اولا ما كيبغيش يستوعب دوك لي زيدا ديالي اولا التوجهات ديالي، كيف ما حتى انا فيس فيرسا يعني، كيف ما حتى انا ما كنقدش نستوعب التوجهات ديالو.
اوتوماتيكمون هنايا العلاقه كتبدا كتدبل، كطيح، كتموت. اوكي. سو باش انت تبروتيجي راسك وباش تخلي العلاقه ديالك مزيانه مع الماكسيموم ديال الناس، حاول دائما تشوف داك الشخص لي زوريونطاسيون ديالو، التوجهات ديالو، ما تعارضهمش بطبيعه الحال، ولكن شوف الحوايج اللي كتلاقاو فيهم بجوج. مثلا هو باسيوني باغ اكزومبل بلونطرينمون، مزيان تاخدو كصديق اللي يشجعك في الرياضه. بطبيعه الحال انت من جهه اخرى تشجعوه في قرايه، في خدمه، في يبدا مثلا مشروع ديالو صغير، ولا يكري نيت كونتوني، ولا المهم شي حاجه اكس انت كتعرف ديرها. ولكن ما تمشيش عندك صديق ديال الرياضه وتقول ليه نجلسو نبداو بروجي، تفرضها ولا تامبوزيها عليه. انا اوتوماتيكمون داك الدري يقد يتحرج في الاول يقول لك زيد ندخلو، ولكن بعد غادي يقاسو على انه بحال محطوط في شي بوزيسيون اللي مفروض عليه. اوكي. هذه الفكره الثانيه في هاد لا فيديو، هذه هي عمرك ما تامبوزي على الاشخاص اللي دايرين بك الفكره اللي هو ما مقتنعش بها. وحط كل صديق في الكونتكست اللي كترتاحوا فيه ولا كتلاقاو فيه مع بعضياتكم، لي باسيون او الحوايج اللي كترتاحوا فيهم مع بعضياتكم، وسيروا فيهم، سيروا في داك المنوال، وشويه بشويه مع الوقت بطبيعه الحال، شهر، شهرين، 6 شهور، عام، عامين، راه غادي تبداو تحلوا مواضيع اخرى ودويو على حوايج اخرين وتقدروا تفهموا على دوطخ شوز. وثالث نقطه اللي بغيت نقول لكم هي ماشي مشكل، ماشي عيب الا كنتي وحيد او لا ما كانش عندك صديق. راه انا شخصيا واخا دابا عندي اشخاص دايرين بيا اصدقاء، ولكن راه بعض المرات كنفضل نكون بوحدي، كنفضل نجلس مع راسي بوحدي ونفكر مع راسي ونغيزوني ونشوف فين افونسي ايتترا. كنفضل على انه نجلس مع الصديق ديالي المفضل، كيف ما انت الصديق ديالك المفضل اللي هو راسك. شنو درت، شنو حوايج غلطت فيهم، شنو هما الافكار اللي خاصني نزيد نخدم عليهم، شنو هما الحوايج ولا المشاكل ولا المعيقات اللي طحت فيهم الى اخره. ماشي عيب شباب الا كنتي بوحدك ولا كنتي عازل راسك وجالس مع احسن صديق لك، حيت هاد الفكره هادي اغلبيه الناس ما يتقبلوهاش. انا نيت كنت بارطاجيتها في السوشيال ميديا وكنت كنقول للدراري، كنقول لهم راه ما عنديش صديق زعما فيديل هكا 100% من غير راسي. في واحد الوقيته زعما فاش كنت كنقولها وكتجيهم شكل كيقولوا ما عرفتش كيتحابهم على انه انا راه لا راه منعزل ولا عازل راسي، لا بالعكس، بالعكس يا شباب، بالعكس. راه كلما وطدتي ديك العلاقه مع راسك ولا مع الصديق المفضل ديالك، كلما غتلقى راسك كتافونسي كثر، كلما تقويتي كثر، كلما قويتي الشخصيه ديالك، كلما وليتي كتفكر بطريقه لي استراتيجيك، قتلتي لي زاموسيون ديالك. فاش كتفكر بايموشنز، لا حيت بالي مثلا صاحبي ولا بالي واحد السيد دار واحد الحاجه انا نمشي نديرها، لا، تولي عندك ديك الاكتيف ريزونين، داك الريزونمون اكتيف، كتريزوني في كل فكره، كتجلس فيها مع راسك كتقول واش هذيك الحاجه مسلكاني، لا، مسلكاني نمشي فيها، لا ما مسلكانيش، ما عنديش، ما قدرتش افونسي فيها. اوكي. سو هذه الفكره اللي كنت طرقت لها في ستوريز انستغرام وقلت ندوي عليها حتى في فيديو هنايا. مره كيف ما قلت لكم غادي نبقى ندوي على بعض الافكار هنايا في يوتيوب بحال هكا على غفله. دابا انا خفلت راسي، قلت شوف، كنت جالس والله كنت جالس خدام، نط زيت باسي، جلست خفلت راسي، شديت الكاميرا بديت كندوي. راسي ما دابا راسي ما استوعبش بلي انا كندوي في الكاميرا دابا. هضحك معاكم. سو هادشي اللي كاين شباب من هاد الفيديو هادي. كما قلت لكم، اصدقاء ما كنختاروهمش، ولكن كيحكموا اولا كيتحكم فيه الكونتكست ولي فاريابل والتوجهات ديال كل واحد فينا. ثاني حاجه، ما يمكنش تخلي صديق اللي يكون معاك في السراء والضراء حاليا، لا. اصدقاء كيبقى واحد ليميت، واحد ليميت بينك وبينهم، في كيلكو شوز، في كيلكو سوجي، في كيلكو كونتريبيسيون، يعني في بعض المواضيع، في بعض التوقعات. وثالث حاجه اللي قلت لكم في هذا الفيديو هذه ولا نختموا بها، اللي هي
الصديق او افضل صديق ديالك تجلس فيه، تجلس معاه ولي تجالسوا ولي دوي معاه، هو راسك، هو راسك. راه كنت بعض المرات كنجلس مع راسي كنت كنبان لهم حماق، ولكن فاكيت والله كنت كنجلس مع راسي في منتزه ولا في جاردن ولا المهم في غابه مثلا. فاش كنت زعما كنكون في كازا كنطلع البوسكوره بعض المرات، كنهبط الولفه. باي ذا واي ديك البحيره ديال الولفه ما عرفتش حلات ولا لا، ما بقيتش مشيت ليها. المهم كنمشي لبلاصه اللي كالم وكنجلس فيها مع راسي، كنبدا كندوي مع راسي، حرفيا كندوي مع راسي. شاد التليفون ندير اوديو اولا شاد هكا كيت وكندوي. الناس الاخرين كيسحبوا ما كندوي مع شخص، ولكن أنا كنت كندوي مع راسي حرفيا. اولا كنشد ورقه وستيلو كنبقى كنفكر وكندوي هكا بحال كندير conversation with myself. وفريمون دوك conversations هيلاوني وعاونوني وعالجوني مع الوقت. وقت ما كانت كطرى لي ازمه ولا مشكل، اول حاجه كنت كندير شنو هي؟ ما كنمشيش كندوي مع شخص ولا كنسد على راسي، كنسد على راسي مدة ديال 24 ساعة 48 ساعة. كنحبس كلشي، كنهز التليفون وبيسي وورقة، والله ورقة وستيلو ولا ورقة وقلم. كنتوجه لجردة ولا منتزه اللي كنلقى فيه زعما الراحة ديالي. كنبدا كنفكر في داك البروبليم، كنجلس كنقول اوكي وات هابند، شنو طرا، شنو وقع، شنو المشكل اللي درت، شنو الخطأ اللي درت انا شخصيا شنو درت. حيت راه هذه واحد الحاجه شباب اللي نقولها لكم نيت في هذا الفيديو هذه. راه اي مشكل طرا لكم الا وعنده علاقه مباشره باخطاء صغيره اللي كنتي كديرهم قبل واللي بداو كيتاكيمولاو. بحال شكل ديال، نعطيكم اكزامبل ديال البلين كراش، تحطم طائره. تحطم ديال الطائره مثلا، راه الطائره تقريبا هي امن وسيله نقل حاليا. و ومن بين الحوايج اللي كتخليها امنه هي redundancy، يعني لا redondance، لو فيت على انه مثلا خسر واحد لو سيستيم كيكون واحد السيستيم اخر كيعوضو. ولكن ديك الطائره علاش كتحطم؟ حيت كيكونوا اخطاء صغار اللي كيبداو خطا مورا الاخر، خطا مورا بحال داك الايس بول، ما عرفتش شنو سميتو، ديك الكره ديال الجليد اللي كتبقى كتهبط من الفوق، كتبدا كتكبر مع الوقت بحال هكاك. الطائره كتكون خاصها فيها هادي، الطياره ما كيردش فيها البال، كتبدا هذيك الحاجه كتاثر على حاجه اخرى، كتاثر. راه سيم بالنسبه لك انت كشخص. الا تحطي في شي ازمه عرف راسك على انه راه تحطي في شي اخطاء اللي ما ديتيش لهم البال، اولا قرارات اللي غلطتي فيهم واللي اداو بيك لذاك المشكل ولا داك الهلاك ولا داك الازمه اللي طحتي فيها. وهادشي اللي كنت كندير فاش كنطيح في شي ازمه ولا مشكل كبير. اش كندير؟ كنهز راسي، كنبدا كنديكورتيكي، كنفرتت داك المشكل وديك الازمه. كنبدا كنشوف دوك الاخطاء الصغار اللي انا ما رديتش لهم بال، اولا اللي درتهم بدون وعي، اولا اللي درتهم بلا ما نحس، اولا اللي طراو ليا، اولا المهم القرارات الخاطئه، وكيفاش نقدر نعالجهم او نصلحهم المره الجايه. هادشي اللي كاين شباب في هاد الفيديو هادي خفيفه ظريفه. واخا الضو ما باينش في الفيديو مي فاكيت انا نحطو بحال هكا. وتلاقاو ان شاء الله الفيديو الجاي. كما قلت لكم مره نبقى نجلس مع راسي بحال هكا ندوي على توبيكس اللي كيطيحوا لي في البال وكنبغي ندوي عليهم. هادشي اللي كاين. نتلاقاو ان شاء الله الفيديو الجاي. تبارك الله عليكم.